أنا عايزة أقول للي ما بيحبش السمك اديني مبرر واحد يخلّيك ما تاكلش السمك، يخلّيك يبقى قدّامك العظمة دي والجمال ده وتقول أنا ما باحبش السمك، إزاي ييجي لك قلب أصلًا تقول الكلمة دي؟ كمّل فيديو معايا للآخر واعمل متابعة القناة ودوس لايك ربنا يجبر بخاطرك وينول لك كل اللي في بالك إلا تعمل متابعة القناة. النهارده يا جماعة أنا كنت صايمة وخلاص البيت كله عندنا بياكل سمك بس على مين؟ قُلت والله لا أجيبه، كلته ما كلت أنا كده، كده أصلًا بافطر لوحدي، كنت بقى رايحة الصبح كده وزنة السمكتين الحلوين القمر دول كانوا شوفهم بيلعبوا كده، جبتهم ونضفتهم وتبلتهم ونقلي بقى، أنا عن نفسي يا جماعة البلطي بالذات بافضّله مقلي أكتر، يعني باحس إن هو أكتر طريقة بتبيّن طعمه وجماله، خصوصًا لو البلطي صابح كده وجميل، بس عادي في الشتا ممكن تجيبيه اللي هو الميت ده بيبقى حلو برضه، خليتهم بقى وضبّطتهم وحطيت لها شوية رز أبيض وطبق سلطة كده خضرا، وقُلت لهم بقى طبعًا أنا مزوّدة سمكية معايا عشان ولادي يعني مثلًا عيل رايح كده ادّي له حتة ببُقّه، عيل جاي كده اعمل له حتة ببُقّه، وأنا حابة بقى ولادي حالًا كبروا فما عُدتش عارفة أسيطر عليهم أوي في موضوع الأكل بتاع السمك، يعني كلوا كذا وما تاكلوش كذا، بس لمّا كانوا صغيرين كنت بأكّلهم سمك، فلو ولادك لسه صغيرين استغلي الفرصة دي وأكّليهم الحاجة غصب عنّهم، ولمّا يكبروا مش هتقدري أصلًا عليهم وغصب عنِّك كلامهم هو اللي بيمشي، بس وهُم صغيرين حاولي تأكّلوا خضار، أسماك، لحوم، كل اللي بيقابلِك أكّليه لهم، عشان لمّا يكبروا يبقى جسمهم قوي كده وحلوين وإن هم عيال تحسّي إن هم شكلهم صحّي.